عمرك حسيتي انك بتشوفي الدنيا بطريقة مختلفة او انك بتفهمي الناس حتى من قبل ما هما يتكلموا؟ دايما بتفكري بعمق زيادة عن اللزوم. لو انت فعلا كده فغالبا شخصيتك INFJ. فال INFJs اللي زيي يجمعوا كلهم في الفيديو ده. يلا. لو دماغك دايما مليانة افكار، بتحاولي تفهمي كل حاجة حواليك، حتى الناس، بتحاولي تفهمي كل تصرف بيتصرفوه، بتحاولي تفهمي كل الناس حواليكي قبل ما تتصرفي، ده شكلك يبقى الفيديو ده ليكي. هكلمك النهارده عن شخصية INFJ، وهوريكي ازاي الشخصية دي بتشوف الحياة من منظور مختلف جدا عن اي حد تاني. لان الشخصية ديت بيقولوا ان هي نسبتها في العالم 1% بس، فشخصية من الشخصيات النادرة شوية. الشخصية ديت هي شخصيتي. الفيديو ده هوريكي ازاي احنا بنشوف الحياة بطريقة ممكن تكون غريبة شوية عن بعض الناس. بصي، الفيديو ده مش مجرد صفات او وصف، لكن ده منظور كامل للحياة جوه دماغ ال INFJ. طبعا ال INFJ ده نمط من انماط الشخصية بتاعت MBTI، مايرز بريجرز تيست، مش عارفة ايه كده. عبارة عن نمط من انماط الشخصيات ال16 اللي اتعملت. فبالتالي يعني لو انتوا عايزين تعرفوا شخصياتكم، لو انتوا مش شخصيات INFJ وعايزين تعرفوا شخصيتكم ايه، تقدروا تدخلوا واسيب لكم لينك التيست تحت. طبعا في ناس كتير قوي عارفه التيست ده، هو مجاني، وفي ناس تانية ما تعرفوش، فبالتالي هسيب لكم اللينك تحت، ادخلوا اعملوا التيست وشوفوا انتوا شخصيتكم ايه. ولو INFJ تعالوا هنا احضروا الفيديو بعد ما تعملوا التيست. INFJ بقى، اول حاجه وهي التفكير العميق. احنا مش بنشوف الحياة بشكل سطحي خالص. اي قرار حتى لو بسيط بنفكر فيه من كل زاوية، ايه اللي ممكن يحصل، ايه اسوأ احتمال، وايه الصح فعلا. الموضوع مرهق احيانا، بس ده اللي بيخلينا نشوف الصورة كاملة ولو حتى بشكل بسيط. تاني نقطة في شخصية ال INFJ، قيم قبل اي حاجة. ال INFJ بيشوف الحياة من خلال قيمه، مش مهم السهل ولا المريح، لكن المهم ده صح ولا غلط. فهو بيقدس قيمه جدا، وبيمشي في حياته بناء على قيمه دي. ممكن نرفض حاجة كويسة ظاهريا بس لانها مش ماشية مع مبادئنا. ان ال INFJ مش بيحب يعيش بس، هو بيحب يعيش وهو صح. ثالث نقطة في شخصية ال INFJ وهي قراءة الناس. اكتر حاجة ممكن تميزنا اننا بنفهم الناس، مش من كلامهم بس، من تصرفاتهم، من نظراتهم، وحتى من طاقتهم. اوقات بنبقى عارفين الشخص ده حاسس بايه حتى لو هو مش فاهم نفسه، بس المشكله اننا بنفكر كتير قوي، مش دايما بنقول اللي احنا فاهمينه. رابع نقطه وهي البحث عن معنى. ال INFJ مش بيشوف الحياه كانها حياه كده وخلاص، ولكن لازم يكون فيها معنى. ايه المغزى من حياتي؟ ايه المعنى اللي انا بقدمه؟ او انا ليه ماشي في الحياه اصلا؟ كل حاجه لازم يبقى ليها معنى. ليه الموقف ده حصل؟ ايه الدرس؟ ايه الهدف منه؟ فاوقات بنرهق نفسنا بالتفكير في الموضوع ده، ديت من الحاجات اللي بتخلينا عميقين. خامس نقطة وهي العزلة بتساوي إعادة شحن. ال INFJ بطبعه انطوائي، والانطوائية هنا عشان عايزة أفهمكم نقطة الانطوائية والاجتماعية. الانطوائية هنا وهي إن الشخص بيقدر يشحن نفسه بنفسه، لكن الاجتماعية أو الشخص الاجتماعي ده شخص بيعرف يشحن نفسه أو طاقته من خلال إن هو يقعد مع الناس أو أكبر عدد من الناس. فبالتالي ال INFJ بيحب يشحن نفسه بنفسه كده من غير ما يقعد مع الناس. ده طبعا انتوا بتبقوا عارفين إن هو لو قعد مع الناس هيفهم طاقتهم ويعرف يقرا افكارهم ويقعد يحللهم كتير ويقعد يبحث عن المعنى في الحياه، وطول ما هو قاعد بقى دماغه شغاله كده، فبالتالي اكيد هيبقى محتاج يشحن نفسه بنفسه لما يقعد لوحده، مش لما يبقى مع الناس اللي هيقعد يفكر فيهم ويفكر في مشاكلهم ودماغه بقى تنشغل، انتوا عارفين، بالتالي طاقته هتتسحب. فرغم اننا بنحب الناس، بس بنحتاج ان احنا نختفي شويه عنهم عشان نشحن نفسنا، مش عشان نهرب، ولكن عشان نرتب افكارنا ونرجع نفهم الدنيا من تاني. فالعزله بالنسبه لنا دي مش وحده او مش انعزال، لا، هي مجرد راحه لينا بتشحننا. طيب، الكلام ده ممكن يبان نظري، بس خليني اوريك شخصيات ممكن تكون شفتها قبل كده وبتفكر نفس الطريقه دي. تلاقي مثلا شخصيه دايما هاديه، بتفكر كتير قبل ما تتكلم، بتحاول تفهم كل اللي حواليها. دي غالبا هتلاقيها ال INFJ. حد مش بيحب الدوشه، بيحب التفكير العميق، مش بيحب الحاجات السطحيه قوي، هتلاقيه ال INFJ. شخصيه تانية
تاخد قراراتها على حسب مبادئها، ممكن تضحي بحاجات كتير عشان تفضل وفية لنفسها. دي برضو طريقة تفكير ال INFJ. وفي شخصيات تحس انها شايفة الصورة الأكبر، بتربط الأحداث ببعض وكأن عندها رؤية أعمق من اللي حواليها. دي غالبا هتلاقيها ال INFJ، وده حرفيا دماغ ال INFJ طول الوقت. يمكن ناس كتير تشوفنا معقدين أو بنفكر زيادة، بس الحقيقة لسه شايفين الحياة بعمق أكتر من غيرنا، وبنحاول نفهمها مش نعديها وخلاص. فلو حسيت الكلام ده شبهك غالبا انت INFJ، ولو مش كده انت على الأقل فهمتي حد في حياتك INFJ. قولي في الكومنتات ايه أكتر حاجة حسيتي انها بتعبر عنك. تاو تاو.